ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة رواق مبتسنيم. إن شاء الله هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا هذه الحلوة اللي راه صراحة بوم في الصوفيا. حلوة اللي هي صراحة سهلة، بدون فران، بدون دقيق، بدون مجهود، حتى أنها كتوجد في ساعة المكانة. ممكن أنكم تحضروها أو أقل. المهم عندي هنايا كاوكاو، كاوكاو الغليظ، يعني الرومي اللي بلا قشور. هنا خديت نص كيلو، حمرته شي شويه في الفران ودرتو في الهاشوار، نيلته بحال هكايا، خليته مهرمش. هنا خديت نص كيلو نتاع تمر العجونه. هنا انا خديتها غير الجاهزه، اللي بغاو عنده التمر الرطبه ممكن انه يطحنها في الهاشوار. ضفت عليها معلقه صغيره نتاع القرفه، واحد القبيصه نتاع الفاني، وغادي نجمع هاد الخليط هذا ديالي مزيان، وغادي نضيف ليه مازر. انا جمعتها بمازر، بقيت كنرش عليها حتى جمعت داك الخليط. وهنايا غادي نحاول نشوف بعضكم نتوما كتخدموها وانتم كتجربوا في يديكم واش كتجمع العجينه ديالتكم ولا ما كتجمعش. صافي هنا انا غادي نشكلها غير هكا حرابل، نشوف واش غادي تبقى متماسكه باش ندوز نخدمها. صراحه هاد الحلوه هذه جات غزاله 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 بزاف، لا في المذاق ديالها يعني. وليداتي انا حماقوا عليها، يعني ملي كنت كنصايب فيها وكنت كنقطع، يعني كياخذوا دوك الطرافات وهذا بعتهم بزاف. وسهله التحضير، ما فيهاش كاع المكونات هانتوما كتشوفوا. فقط الكاوكاو او الفول السوداني مع التمر المعجونه. غنحضروا احلى واجمل حلوه في هذا العيد هذا ان شاء الله. صافي دابا غادي نحرب لها، غير حاولوا معاها غير بشويه. خذوا هذا فوق سطح العمل، دهنوا واحد شويه نتاع الزويته، ما تكتروش منها. صافي حاولوا انكم تجمعوها هكا وتقادوها وديروها حريبلات. كما قلت لكم البنات راه سهله 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 بزاف، غير جربوها. وهذه راه كتوجد في اخر لحظه، يعني عاد كي جالس كيخمم يدير الحلوه ديال العيد ولا. هادو من الحلويات السهله. صافي هنا خديت الزنجلان البيض. اللي ما عندوش زنجلان البيض ممكن انكم تستعملوا غير الزنجلان العادي. انا حمرت واحد شي شويه لان هاد الحلوه هادي ما كتدخل لا في حتى شي حاجه. صافي غادي ندوز دوك الحرابل ديالي في الزنجلان مزيان. نحاول انني نغطي كاع داك، المهم نحربلهم مزيان في داك الزنجلان تيتغطى لي، تغطاو دوك الحريبلات بالزنجلان. راه الصوره واضحه، وحتى داك الزنجلان صراحه كيعطيها واحد المنظر زوين، وحتى المذاق كيعطيها زوين بزاف، كيتواتى بزاف مع التمر وكاوكاو، كيجيو مساجمين مع بعضياتهم. ولدي تا هو داخل على الخط، تا هو باغي يعاون وباغي يحربل. صافي هنايا من بعد ما ساليت البنات غادي نجيب لالوش نتاع الخشب، وغادي نحاول انني ندير حفيره في الوسط. كما كتشوفوا كنحاول انني نورك شي شويه وانا كنجمع هكا بيدي. راه ساهله بزاف البنات، غير جربوها ما غاديش تندموا عليها. كما قلت لكم راه الصوره واضحه، انني كنحاول ندير حفيره في الوسط غير بلالوش ديال الخشب. من بعد غادي ناخذ الشوكولاط البيض والشوكولاط الاسود، غادي نديرو كل شوكولاط غادي نديرو في بلاستيكه، وغادي ندير عليهم الماء السخون على ما يذوبوا. صافي وغادي نعمر دوك الحفيرات بالشوكولاط.
غادي نعمر دوك الحفيرات هكا بالشكلاط الابيض. اللي عنده لابوش يدير الشكلاط في لابوش. انا خديت غير بلاستيك عاديه، بلاستيك غذائي، وعمرته ودرت فيه شويه ديال الشكلاط الابيض وخليته يعني في الماء السخون حتى داب. وغادي نعمر دوك الحفيرات. من بعد غادي ندوز خطيطات نتاع الشكلاط الكحل. ممكن نديرو غير نقيطه نقيط، المهم انا درت لهم على هذا الشكل هذا. شي شويه غلب عليا البلاستيك بهذا في الساعه كيدوز ليا الشكلاط. خاص تكون يدينا شي شويه خفيفه مع في الساعه كيجمد الشكلاط في الساعه. انا صراحه ما درتوش كاع للثلاجه، غير ساليته وخليته واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه ديال المكانه صافي. رقي الشكلاط شد راسو. الحلوه هي هذيك شد راسها. صافي من بعد ما ساليت هنايا الشكلاط خليته برد. كما قلت لكم البنات راه ما خشيتوش كاع في الثلاجه، خليته غير محطوط هكايا راسو. شديت القطع بديت كنقطع الحلوى. يعني ساهله، راه ما كتفرتت، ما كيوقع لها حتى شي حاجه، وتيبقى تقطع على حسب كلها والاختيار ديالو. كاين اللي كيبغي مائل ولا تقطعيه هكا طريفات مقاد. المهم الشكل ديالهم كيجي رائع جدا، وكنتمنى تجربوها، راه سهله بزاف. وعواشركم مبروكه، ودو ان شاء الله بالصحه والسلامه. وكنقول لكم الى اللقاء، نتلاقاو في وصفه جديده. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.